السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض المخ البانيه. تعالوا نشوف مع بعض ازاي نعمله ويطلع مقرمش من بره وكريسبي كده وجميل. في الاول انا بجيب حلة على النار وبحط فيها كل حاجات اللي هي بسلق بيها اللحمة، بصلاية وطماطماية، عندك جزر، عندك كرفس، ورق لوري، اي حاجة ضيفيها. وبعد ما تغلي المية معاكي هتنزلي بالمخ بتاعك تكوني شاطفاه كويس، وبعد كده بياخد غلوتين كده، وبعد كده بملحه على حسب الرغبة بتاعتي، ملح بسيط طبعا لان هنحط في الكفر. بعد كده اول ما بيهدى معايا شوية بدخله التلاجة، بحطه كده في حاجة، في طبق او حاجة، وبدخله الفريزر شوية بيمسك نفسه شوية زي ما انتوا شايفين. وبعد كده ببدأ اقطعه زي ما انت حابة، حابة مكعبات، حابة شرايح، زي ما انا عملت براحتك جدا. هنشوف هنا هنتبله بايه. انا عندي بصل بودرة، وعندي بهارات مشاوي بحطها برضو بتدي طعم حلو جدا. طبعا في الشوربة او السلق هتحطي فلفل اسود، ده اساسي، وحطيت برضو حبهان. هحط هنا حبهان بسيط جدا وفلفل اسود بسيط، ومعايا كمان 7 بهارات بسيطة جدا، لاني وهو بيتسلق ضفت كل ده علشان طعمه يتطعم معايا ويكون طعمه حلو. معايا كمان بضاية، ومعايا معلقتين دقيق، لكن طبعا هنشوف على حسب الاستخدام. انا هحط هنا البيضة وهحط معاها البهارات بتاعتنا، وهبدأ اقلبهم مع بعض. بعد ما اخلطهم مع بعض كويس جدا، ومعايا كمان رشة ملح بسيطة كانت معايا في الطبق، لاني برضو ملحت المخ وهو بيتسلق. هنا كل اللي هستخدمه، مش هستخدم كمية الدقيق دي طبعا. زي ما انتم شايفين كده بتتعمل معايا زي عجينة خفيفة جدا. فطبعا اخدت معايا معلقة دقيق واحدة، وعندي هنا بقسماط. هبدأ كده اسيبه في التتبيلة شوية، ممكن تسيبيه كده ساعة ولا حاجة، وممكن تشتغلي فيه على طول زيه زي البانيه بالظبط. تبلناه زي ما احنا شايفين كده بالبقسماط، وبعد كده عندي زيت سخن، وهبدأ انزل بالبانيه بتاعي او المخ البانيه. هنقليه بحيث ان هو يطلع معاكي لونه ذهبي كده وجميل. زي ما انت شايفة، حابة تعمليه مكعبات مفيش مشكلة. زي ما انت شايفة كده لونه حلو جدا. وطبعا القرمشة بتاعته حلوة، على حسب ما انت بتستخدمي البقسماط بتاعك. ممكن تستخدمي كمان حبة نشا، معلقة نشا صغيرة كده. لكن هو كده كان حلو جدا وكان مظبوط. اتمنى بقى لو عجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفة، ما تنسونيش في اللايك والشير، ونعمل فولو على صفحتنا على الفيسبوك. مع السلامة.